السلام عليكم. ان شاء الله باذن الله تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. الوصفه ديالنا شنيك على شكل ملوي بالشوكولات، كيجي زوين ورائع، طريقه سهله مهله. فايت لي حضرتها معكم، يعني المقادير نفسها، غير هذه ناقصه شي شويه، سهله وبسيطه ان شاء الله باذن الله. عندنا هنا العجين، خدينا كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء دافي، غنوضعوهم في فول، وغادي نضيفوا خميره حمراء، غنضيفوا فاني، وغنخلطوا الخليط مزيان، قبيصه د الملحه ومعلقه ديال الخميره ديال الخبز سريعه الذوبان، وغنخلطوا كل شيء مزيان، ونضيفوا واحد معلقه صغيره ديال الحامض، ونخلطوا الخليط مزيان 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 في الميكسور. وغادي نضيفوه، نرجعوه في الفول ديالنا، وغادي نبداو نضيفوا الطحين بشويه بشويه، نبقاو نضيفوا الطحين بشويه بشويه ونخلطوا، تكون خفيفه ما تكونش ثقيله، وغادي نخليوها في الاناء اللي خلطناها فيه. ومن بعد غادي نخليوها تخمر شي 15 دقيقه، ونعاودوا نحيدوا لها داك الهواء، نضغطوا عليها بيدينا حتى حتى تعاود تخمر عاوتاني، ونعاودوا نفس الطريقه شي 4 الخطات ولا 3 باش يجينا هكا زوين ومورق ومطلوق. منين نطلقوه يجينا ساهل. غادي نقطعوه من بعد الاخر ديال منين نخمروها لاخر مره، غادي نقطعوها على هذاك الشكل، وغناخذو هنا الزبده والزيت غير قياسنا، وغادي نبقى نورق الكريسات ديالنا على هذا الشكل بهذه الطريقه هذه، ونبقى نرش مره الزبده والزيت. انا خديت غير نص كاس ديال الزيت وذوبت فيه معلقه ديال الزبده، يعني غير قياسي، ما نكثرش باش هكا ما يبقاش ضايع لي. غادي نضيف هنا النشا من بعد ما ورقتها، وغادي نبها لها الطريقه هكا كما كتلاحظوا في الصوره بهذا الشكل هكا. وان شاء الله غادي نلوي ويكون مرخوف، ما غاديش نبقى نضغط عليه بزاف ونزير، غادي يكون مرخوف على شكل الملوي بحال طريقه الملوي. هادو ما درت فيهم لا شوكولا لا والو، غادي نديرهم بحال هكا، غنديرهم كبار وغنقسمهم على جوج باش نستغل الوقت وهكا ما نتعذبش. يعني قريصه كبيره غادي نورقها ونقسمها على جوج من بعد ما نلويها. غادي ندير من بعد غادي نصايب واحد 4 هكا جوجات ديال الكريسات، غادي نديرهم بدون شوكولا، ولكن الاخرين غنديرهم بالشوكولا، يعني النص نديرو بالشوكولات والنص غنديرو بلا شوكولات. يمكن لكم ديروا اي شوكولات، يعني انا كان متوفر لي غير الشوكولات العادي داك ديال كالا اسود، اما بعض المرات راه كندير الشوكولات ديال ماروخا، كيجي رائع رائع رائع. حاولوا تبقاو تجربوه في الكيك وفي هذا الكاب كيك، وجربوا في هاد المليويات. عرفتي الشوكولا ديال الماروخه كيجي غزال غزال غزال، كيعطي واحد المذاق في هاد الكيك، وهذا كيجي زوين. من بعد هنا منين هكا صايبتهم، غادي نعاود نورقهم باش نطوي. غادي ندير هادو، غندير فيهم الشكلاط بهذا الشكل بهذه الطريقه كما كتلاحظوا في الصوره. بهذه الطريقه هذه غادي نوضع الشوكولاته هكا عشوائي ولا نقادهم، مهم الاختيار كيبقى ليكم. كما درنا الشوكولاط اصلا غادي يذوب. من بعد غادي نتنيو بهذا الشكل بهذه الطريقه كما كتلاحظوا، ونحاولوا نضغطوا شي شويه، غير شويه صافي، ونخليوه مرخوف بحال هكذا صافي. وغادي نتنيو وغنديروه على شكل ملوي. حتى هذه هي غادي نقسموها باش هكا كتجيني الخدمه سهله وما كنضيعش الوقت. وراه نتوما كتلاحظوا كيجي مورق، كيحاولوا يكون رقيق باش ما تجيش التنيه غليظه ويجي معجن، وهكذا كيجي هكا مزيان كما لاحظتوا. دابا غنمشي على نفس الطريقه حتى نكمل الكريسات ديالي، وغادي ان شاء الله غادي نوضعهم في اللاطه
كما لاحظتوا العجين كي كتكون رقيقه، يعني ضروري تكون رقيقه. غنعملوا لهم بحال هكا ونخليهم ونكمل الاخرين باش هكا يطرخاو ليا يطلقوا زعما. كما لاحظتوا انا كملت دابا الكريسات ديالي، يعني دابا غادي ندهنهم بصفار البيض وصفار البيض وشويه د الخل. والا كان الا كانت عندكم واحد الشاصيه ديال النسكافيه يمكن لكم تعملوها هكا باش كتجي داك اللون ديالها كيجي مذهب وطايب زوين وكيجي رائع. المهم غادي نوضعهم دابا في اللاطه وغندهنوهم بصفار البيض من بعد ما يخمروا صافي. وغادي نسخنوا الفران تكون الحراره ديالو في الاول مجهده مزيان، وغادي ندخلوهم للفرن ونطلقوا عليهم العافيه شويه ونردوا معاهم البال باش يتنفخوا باش ما يجيوناش لاصقين. نجهدوا عليهم في الاول العافيه ومن بعد غادي نقصوا حتى يطيبوا ويتحمروا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكريسات ديالنا، ملوي بالشوكولا على شكل كريسات وملوي بسامبل ما فيه لا شوكولاط لا والو، كيجي زوين.
يعني كاين اللي ما تيبغيش الشكلاط. على حسب الاختيار تيبقى ليكم، يمكن ليكم تعمروا ديروهم في الوسط باي، يعني بكريم باتيسري اللي عندكم، الكاوكاو واللوز مطحون مهرمش نتوما واللي حبيتو. بغيتو ديروهم عاديين ومن بعد ديروا لهم رقائق اللوز، خليتكم على خير.